أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح فرجيكم طريقتنا لنعمل الكوسة محشي. رح أعمل كوسة ورح نعمل فليفلة كمان مع بعض. طريقة كتير بسيطة وسهلة ورح يطلع عندكم أطيب محشي رح تعملوه. لتحضير الكوسة ولتحضير الفليفلة جهزت أنا عندي 3 كيلو كوسة، غسلتهم وحفرتهم بهذا الشكل. بتحفروه انتو للدرجة اللي بتناسبكم والسماكة اللي بدكن إياها. جهزت الحشوة عندي لحشوة المحشي. لكل كيلو كوسة كاسة رز بالإضافة للحمة ودهنة، دبس بندورة، ملح وبهار وفلفل أسود ورشة نعناع يابسة إذا بتحبوا. بعد ما حركت المكونات مع بعض رح نبلش نحشي الكوسة. تقريبا بنحشي الكوساية 3/4 حشي، رح نترك منها قسم مثل ما شايفين فاضي، وما بنضغط الرز لحتى الرز لما يستوي بقلب الكوسة يستوي على راحة. هلا أنا جهزت عندي الطنجرة، حطيت فيها شوية لحمة وكم حبة توم وكم عرق نعناع تازة. طبعا احنا رح نستعمل توم ونعناع يابسين وتوم مدقوق، بس هلا حبيت احطهم فريش لحتى يعطوا طعمه كتير طيبة. انا بعد ما حشيت حبات الكوسة طبقتهم هيك بقلب الطنجرة. وهلا جيت عندي الفليفلة. بنحفر الفليفلة بطريقة كتير سهلة مثل ما شايفين، ببساطة بتنحفر معكم وبتتنضف، بس انه تشيلوا البذر من قلبها وتنظفوها. ورح نترك الغطا لحتى نسكر فيه حبة الفليفلة. بنعبي حبة فليفلة مثل الكوسة كمان 3/4 حشي. طبعا أنا ما عم بضغط بشكل قوي، بس عم بنظف هيك الزياء من الرز وبتركها على راحتها. بغطيها بهذا الشكل وكمان بصفهم بطنجرة المحشي مثل الكوسة. وبعد ما خلصت هيك صاروا عندي جاهزين. هلأ رح نغطي المحشي ونحط له باقي التبلة. حطيت شوية حبات توم، وعندي الصحن اللي كنت حاطة فيه الرز عبيته شوية مي. رح أضيف معلقة كبيرة توم مهروس بالإضافة لمعلقة كبيرة من رب البندورة. وراح نضيف طبعا ملح، بنملح حسب الذوق، لازم يكون ملحه منيح. وراح نحط شوية نعناع يابس. طبعا هاي الطعمات انتو بتحطوا بتحركوا، بعدين فيكم ترجعوا تعدلون اذا لقيتوا في شي ناقص او خفيف بترجعوا بتقلوه اكتر. راح نضيف هاي المي فوق المحشي بهذا الشكل، وراح نحط هيك غطا لحتى نثبت الحبات وما يطلعوا او ينخرب شكلهم. كانت المي شوي قليلة انا رجعت ضفت، فانتو لازم تغمروه منيح بالمي. تقلتهم كمان بصحنين تانيين، اذا عندكم تقلة المحشي فيكم تستخدموها. راح غطيه واخليه على نار. وهلا ضفت قبل ما يستوي شوية ليمون. بنخليه على نار عالية لحتى يغلي، بس غلى بنوطي عليه. رح ياخد تقريبا ساعتين بعد ما يغلي. بنهدي عليه النار كتير، وبعدين بيكون عنا استوى وصار جاهز. بنصفي المي وبنطلع حبات المحشي. ملاحظة كمان انا طلعت حبات الفليفلة قبل ما يستوي الكوسة بتقريبا شي نص ساعة، لانه الفليفلة بتستوي قبل. وبشكل عام ما بيطول اكتر من ساعتين على النار بعد الغلي. وهيك طلع عنا اطيب محشي صراحة، كتير كتير لذيذ وكتير طيب. ومثل ما شفتوا ولاحظتوا انا لما صورت لكم اياه هو بالطنجرة الرز موصل للاخير بس بدون ما يطلع برات المحشي. فهيك الحشوة كمان كتير مثالية. ومثل ما قلت لكم لكل كيلو كوسة بنستخدم كاسة رز. هلا الفليفلة بتاخد شوي اكتر، بتنحشى شوي اكتر. فهيك صار عندي المحشي جاهز. عن جد كتير لذيذ كتير طيب وسهل، فيكم تعملوه بكل بساطة، ما بياخد حتى وقت. فحبيت شارك معكم طريقتنا، طريقة كتير سهلة وطيبة. وبتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبشوفكم في فيديو جديد. سلام.